السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الفل، صباح الياسمين على أجمل متابعين في الكون كله. حبايب قلبي، النهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل إيه؟ هنعمل حلو النهاردة إيه؟ حجازية أول مرة أعملها، يا رب تطلع كويسة. وهستنى ردكم عليا إن كنت أنا صح ولا مش صح. أنا جربتها كده وإن شاء الله بإذن الله تطلع كويسة بإذن الله. شوفوا أنا عملت إيه دلوقتي. جبت 3 كوبايات دقيق السميد ودقيق البسبوسة أو السومولينا، كوباية سمنة، ومعلقة خميرة أو تذكرة خميرة، على معلقتين سكر وكوباية سكر حطيناها على بعض أو نص زي ما انت حابة بالتحلية بتاعتها. وهنبدأ نفضي الخليط كله مع بعضه، وشوية ملح صغيرين قوي. بصوا الخميرة أنا حطيتها طبعا، عملت لها تيست كده أو اختبرناها بشوية مية دافيين والسكر، وبدأنا نقلب في الخليط كده، وبدأنا العجن فيه. إن شاء الله تطلع كويسة بمشيئة الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بدات احط ميه بالتدريج لحد ما ادتني القوام او النتيجه اللي انا عاوزاها ان شاء الله. بصوا كده طلعت حلوه قوي، بس هي ناقصها حاجه مني بقى. انا ايه؟ هوضحها لكم في فيديو ثاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب كده ما يكونش الفيديو طويل عليكم، ومستنيه ردكم الجميل. حطيناها طبعا تختمر شويه او ترتاح العجينه على الاقل نص ساعه، عشان تساعدك في الفرد، ما تبقاش تشد كده معاكي ومش كويس. حطينا طبعا دقيق عادي ودقيق من دقيق البسبوسه، 3 معالق، 3 كوبات قصدي مع كوبايتين. ده الحشو يا جماعه. انا حطيت معلقتين كاكاو خام على معلقه قرفه. اللي حابب يحط قرفه بس ده يرجع له تاني. في عندي اللي ما بيحبوش القرفه تقيله يعني او كتير، عايزه تحط معلقه كاكاو معلقه قرفه ده يرجع لك. وهنحط ميه بالتدريج معلقه بمعلقه كده على حسب الكميه اللي عندك، لحد ما نبل بس الحشوه ديت تبقى مبلوله زي ايه، زي الرمله كده، زي الرمله المبلوله بس. ما احناش هنعجنها، مش معجونه. بصوا عملت تشبه الرمله المبلوله ميه. ده الحشو. عايزه تحط اي اضافات عندك تانية، مكسرات، اي حاجه انت حباها دي ترجع لك انت. بس انا بعملها ببساطه وبأقل تكلفه، علشان ايه اي ست بيت تقدر تعمل. بصوا قسمنا بقى العجينة ايه اللي ارتاحت معانا شوية، قسمتها نصين. بدأنا النص فرد النص الأولاني كده في الصاج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقدري تبططيها بالطريقة ديت، وتقدري تبططيها على صاج قد الصاج ده كده، وعلى قعره كده من العكس، وتعمليها. أنا فردتها في النص كده وحطيت الحشو زي ما انتم شايفين، بس عملت حرف رفعته شوية كده من الجوانب. وحطينا الحشو وبدأنا نضغطنا عليه شوية، وحطينا نص كمية العجين التانية. نبدأ في فردها على الخليط ده إن شاء الله. بصراحة هتدينا نتيجة كويسة بإذن الله. بس أنا المفروض بصوا بقى احنا ايه، عايزة تفرديها على حاجة تانية أو على الرخامة زي ما أنا عملتها، وبدأت أقطعها وأحطها شرايح. بصوا أنا عملتها كده. قلت طبعا هقعد أفرد على إيدي وأخير نفسي ليه؟ اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، صلوا عليه وتسموا الله كده وتوكلوا على الله، هتيجي معاكم جميله قوي. بص انا بقطعها على الرخامه، بدات اقطع واحط كده، وهي في النهايه برضو في الاخر هتدينا النتيجه اللي احنا عاوزينها ان شاء الله. دي اول مره بقى، سامحوني واكتبوا لي ان كانت صح ولا مش صح كده حبايب قلبي، مستنيه ردكم. بدانا نخططها بظهر الشوكه كده، الشوكه بالعكس كده، عملناها كده شكل يعني اديتنا خطوط شكلها حلو. وبدات اقطعها باذن الله زي ما انتم شايفين. يلا كده قومي سمي الله واعملي لك شويه حجازيه لاولادك، حاجه حلوه وبتوفري في البيت على قد ما تقدري. طلب مني على فكره بعد كده تاني طلبات هنعملها ان شاء الله. تقطعيها بقى بالطريقه اللي انت حباها، عايزاها مثلثات، عايزاها مربعات بالطريقه ديت، عايزه الطريقه تانية هبوريك كام طريقه لتقطيع الحجازيه. ودي طريقه سهله وبسيطه قوي ومش مكلفه على فكره. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. شايفين الجمال؟ نبدأ بقى الفرن سخن، وهنحطها في الشبكة في أوسط الفرن، مش تحت خالص، على الشبكة في النص كده. ونحطها على لما تبدأ الحروف تحمر نعرف نسوي، نحمر من فوق بقى ايه، احنا بنولع من تحت بس. كده انا بصي كنت عامله شربات او كان عندي موجود في التلاجة، ما كنتش عاملاه بصراحه. اديتها بقى الشربات ده عمل ايه، انا ما كنتش حاطه سكر كفايه، اديها اللمعه الجميله اللي انتوا شايفينها ديت. بصراحه طلعت تحفه.
زي ما انتم شايفين كده. مستنيه ردكم عليا، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.